أصعب لحظة في أي مشوار مش هي البداية. البداية دايما فيها حماس، ولا هي النهاية، لأن النهاية فيها فرحة الوصول. اللحظة الأصعب بجد هي نص الطريق، لما تلاقي نفسك مشيت مسافة كبيرة وتعبت، وتبص قدامك بتلاقي لسه في مسافة تانية محتاجة مجهود، وتبدأ تسأل نفسك: هو أنا ليه بدأت أصلا؟ وهل الموضوع يستاهل كل ده؟ نص الطريق هو المحطة اللي بيقع فيها أغلب الناس، هي المحطة اللي الشغف فيها بيخلص والملل بيبدأ يتسرب لروحك. في اللحظة دي العقل بيبدأ يلعب معاك لعبة الاستسلام، ويحسسك إن الرجوع أسهل أو إن الوقوف هنا كفاية. بس الحقيقة إن نص الطريق ده هو الاختبار الحقيقي، هو اللي بيفصل بين اللي بيتمنى وبين اللي بيحارب بجد. والملل بيبدأ يتسرب لروحك، ده مش علامة فشل، ده علامة إنك قربت، إن جسمك وعقلك بيعيدوا ترتيب طاقتهم علشان الزقة الأخيرة. المشكلة إننا بنتعامل مع التعب كأنه عدو، في حين إنه مجرد رسالة بتقولك: خد نفسك، ارتاح شوية لو محتاج، بس اوعى تغير اتجاهك. لو انت النهاردة في نص الطريق في أي حاجة، في شغل، في علاقة، أو حتى في حلم بتسعى ليه، وحاسس إنك مطفي، افتكر إنك قطعت الشوط الأصعب خلاص. ما تبصش على طول الطريق اللي فاضل، بص على قوة الخطوات اللي مشيتها. ريح شوية بس كمل، لأن أجمل المناظر دايما بنشوفها لما نوصل لآخر الطريق، مش وإحنا في نصه.